بجد بجد عايزه اشكركم على كم التعليقات الرهيب والرائعه والكلام الحلو قوي 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 اللي انتوا بتكتبوه. بجد حاسه اني عايزه اعيط، وببسط ان في ناس كده زيكم على الارض. بجد شكرا ليكم. Hey guys، فيديو جديد هيكون عبارة عن ان ده فيلم مدرسة ساكورا. فيلم النهارده ده مميز من نوعه وما عملتوش قبل كده او ما عملتش شبهه قبل كده من الاخر. وحابه اشكركم جدا 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 على التعليقات الرائعه اللي انتوا بتبعتوها. بجد يعني التعليقات دي يعني لو هي بالنسبه لكم قليله فهي بالنسبه لي حاجه ضخمه وكبيره بالنسبه لي، وبتديني دفع لقدام اني عايزه اعمل لكم فيديوهات اكتر واخترع لكم افكار تخليكم كده مخكم ينفجر. وانا غيرت ميعاد تنزيلي. ميعاد تنزيلي هيكون من يوم الاحد للاثنين، وهفضل انزل لكم يعني من 2 ل3 او ممكن 4 فيديوهات على حسب الافكار اللي عندي يعني والحاجات اللي انا مخلصاها. وكنت عايزه معلش اناقشكم في حاجه كده معينه. انا لما جيت انزل توكا بوكا او لما جيت افتحها يعني من الاخر بعد التحديث حدثتها كده وتمام. لا، رحت على مكان كده فيه سبوره المفروض ارسم عليها، لقيت الكلام ده، وبرده في المدرسه اللي انا المفروض اسجل فيها لقيت برده الكلام ده مكتوب على السبوره. ف اكتبوا لي تحت في الكومنتات ده معناه ايه، ولو حد بيفهم يعني في الكلام ده او كده او بحث او عرف اي حاجه بليز يفيدني. ويلا بينا نبدا دلوقتي. يا احمد خلاص يعني البنت المفروض خلاص نقدم لها على المدرسه، عمالين ناجل بكره بكره بكره. خلاص حاضر. في مدرسه حلوه اهي. اسمها ايه؟ اسمها ساكورا. ايه؟ ساكورا سكول. مفيش ريفيوهات عليها خالص، بس صور المدرسه نظيفه. خلاص ماشي يعني ظبط الموضوع وقدم. ماشي. وفعلا الاب راح عند المدرسه وعطاهم الورق وظبط معاهم الدنيا وخلاص. البنوته اللي هي اسمها سلمى المفروض ان هي خلاص مدرستها بكره. بصي يا بابا، بصي يا ماما، انا لبست لبس المدرسه. بصي حلوه عليا صح؟ حلوه يا حبيبتي. المفروض بقى النهارده تنامي بدري عشان بكره عندك مدرسه. طبعا. يعني انام دلوقتي؟ لا طبعا بالليل يعني. ماشي، راح اجهز شنطه المدرسه. في اليوم التالي في الصباح، وفعلا سلمى كانت متحمسة قوي وهي رايحة المدرسة، بس ما كانتش تعرف ايه اللي كان مستنيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصلها فين؟ امشي كده على طول، ممنوع دخول اولياء الامور. هوصلها حضرتك، هوصلها. خلي بالك على نفسك، ها؟ اعملي صحاب مهمين على فكرة. ماشي يلا باي. باي يا قلبي. هاي. فكنت بقول لكم ايه؟ هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النبتة دي بتحتاج مية كتير وبتحتاج شمس وكمان بتحتاج هوا طلق. يا مستر في ايه؟ تفصلنا ليه؟ ايه ده؟ انت الطالبة. معلش انا اسف والله فكرتك المديرة. تمام، اتفضلي اقعدي دلوقتي بنشرح درس علوم مع النباتات. انت تسألي عشان نسيت اكتب علوم على السبورة. خلاص هكتب علوم على السبورة. عايزة ايه يا حمدية؟ ايه الورقة اللي انت بعتها لي دي؟ انا مش فاهمة منها اي حاجة. ايه اي لاف يو؟ مش فاهمة يعني ايه. يا لهوي عليكي. خلاص مش مهم. بس يا سعدية، بس يا علي، انا صدعت منكم عمالين تتكلموا كل شوية. طب يا مستر مش هتعرفنا؟ ماشي اوكي. انا مستر احمد وانا مدرس علوم. وانت اسمك ايه؟ سلمى. وانتي علياء. وده طبعا علي انتوا عارفينه، ده المشرف بتاع الفصل. وانت المصري. هو اسمه المصري. وانتي عادية طبعا، دي برضه مشاغبة. وانتي عادية. يلا بينا نبدأ بقى كلاس العلوم بتاعنا. هعدي على الكلام ده بسرعة عشان انتوا حافظينه وانا قلت لكم 100 مرة. الكرة الأرضية زي ما انا قلت لكم اسمها كوكب الأرض، ويلقب بالكوكب الأزرق. 71% منه مياه والباقي أرض عادي. وال71% مياه دي بتحتوي على مياه مالحة ومياه عذبة، والمياه المالحة نسبتها أكبر وأنا قلت لكم قبل كده المفروض انتوا تبقوا حافظينها، والمياه العذبة نسبتها أقل، وممكن إن احنا نحلي مياه مالحة ونخليها مياه عذبة. أيوة يا مستر، أنا فاكرة الدرس ده كويس لما حضرتك شرحته بالأمانة. قلت لك يعني إيه تحلية المياه، وقلت لي احنا نخلي مياه مالحة عذبة. أيوة، اللي هو عن طريق عملية التبخر، اللي هو تحول المياه من الحالة السائلة لحالة غازية. بالتسخين ولا بالتبريد؟ بالتسخين. انت هتقول لي يا مستر. ايه ده؟
انا اول مره اسمع الكلام ده في حياتي. الكلام ده ما عداش عليا. وازاي اصلا هم عارفينه وده اول يوم في المدرسه رسميا؟ ايه ده؟ انا هقول لماما ولا بلاش؟ بس انا الصراحه المدرسه عجباني والتصميم حلو كده وجميل والعيال شكلها طيب. هحاول اكلم صاحبتي الجديده في وقت الفسحه. وبس كده. اتمنى ان انتوا اصلا فاهمين الدرس ده، شرحته قبل كده، انا بس بعيد عليه. يلا فسحه. هاي وهو. ايه ده؟ في حاجه يا حبيبتي؟ هو مش المفروض العيال بتصوت لما يقولوا فسحه؟ دي اول مره ولا ايه؟ عاملين ايه يا جماعه؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. هو انتوا ليه مش لابسين زي مدرسي؟ او انا الوحيده اللي لابساه؟ هو اصلا يعني كرنج قوي انك تلبسي لبس المدرسه. فككوا السيره الهبله دي. يعني عادي، يعني احنا اصلا دي مش اول مره لينا. ولا لا دي اول يوم. في اليوم الدراسي التاني. اسكتوا بقى انتوا كل يوم على كده. بقالكم اسبوع عمالين تقفوا على الدفتر تفضلوا تكسروا آلات الحاسب اسكتوا بقى يا لهوي. المكان لو سمحتي. هو القصد المقاس المكان انا. ايه ده لو سمحتي؟ ايه ده؟ ايه اللي تزقتي؟ دي مش ربيه قوي. البقاء للاقوى هنا يا حياتي. روحي اقعدي على الديسك الفاضي ده. لا انا قاعد عليه يا ابني ده ديسك. لا ده انا قاعد عليه. هو انت مقسوم نصين يا ابني؟ هو كده انا قاعد هنا وروحي قاعد. الشمس وميه وهو الشمس وميه. بس يا ولد خليك هنا. اقعدي يا بنتي. ما كنتش جنبها التريزه تاكلها. بعد حصه الحساب. يا سلام انا ماشي. ايه ده هو ماله جرى كده؟ انا عايز اساله سؤال. مستر يا مستر. ايه ده؟ طب يا مستر يا جماعة اكيد معلب صح؟ يا جماعة يا جماعة الخير راحوا فين دول؟ يوه ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما قفلتهمش. ايه ده؟ انتي رحتي فين؟ رحتي فين؟ انتوا اللي رحتوا فين؟ انا جيت دخلت الفصل ما لقيتكوش. احنا اللي فجأة لقيناكي اختفيتي. ايه ده النور قطع؟ بنحب الدلمة. يلا قولوا معايا. بنحب الدلمة 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 بنحب الدلمة. راحوا فين دول؟ راحوا فين؟ يا جماعة بنحب الدلمة بنحب الدلمة بنحب الدلمة بنحب الدلمة بنحب الدلمة. وللأسف سلمى استحملت وكتمت وما قالتش لباباها ومامتها، لأن هي ممكن تكون مثلا مش فايقة دايخة مش فترة، فقررت ان اليوم التالت ده اخر فرصة والتالتة تبدأ. السلام عليكم. اكتب على السبورة ده يا ماما. عبدك تعجب زبجة على جنجبة بنجو على جزيدة مش بعلني على بتكلمة بتو بتعمل كنتي alla voce che mi ripetava عمل ايش بده؟ اوه برجو كده؟ نو مش برجو تبيع ابي كان جزء جا كنت برجو كده عملتي قلت فك ما تبتي شو ميجي يساعد كل شوي عم بتقول حمام نو حمام عم بتجي حمام عم بتجي نو حمام نو صبر ربياه اوعى كده افتحي الباب احسن لك افتحي الباب افتحي الباب افتحي الباب بقولك
افتحي. لا مش هفتح، مش معقولة يعني كلكم اتزنقتوا. والحمد لله عرفت تفلت بمعجزة. بابا ماما عايزة اقول لكم على حاجة، ردوا عليا. مكلمكم. في ايه؟ عايزة ايه؟ في ايه؟ عايزة احكي لكم على حاجة حصلت في المدرسة. ايه؟ حد ضربك ولا اكل منك سندوتشات؟ ما تتريقش يا بابا. عايزة ايه؟ ومرة برضو النور قطع وفضلوا يضحكوا ويرقصوا وكانوا مبسوطين قوي، كأن النور لما بيقطع دي حاجة حلوة. والنهاردة كانوا بيتعلموا لغة اسمها لغة أنا مش هروح المدرسة دي تاني، مش عايزة أروح المدرسة دي تاني. يبحث كده على النت، ممكن يكون المدرسة دي ليها تاريخ أو حاجة. ماشي أهو طلعت النتائج. يا لهوي، مكتوب مدرسة ساكورا دي مدرسة مهجورة وتم هدمها لأسباب غامضة رفضت الشرطة أن توضحها. الشرطة رفضت إن هي توضح الأسباب. أنت عارفة ده معناه إيه؟ استني، ده في كلام تاني بيقولك إنه للأسف ما أخدوش بالهم وهم بيهدموها وهدموها على المعلمين والتلاميذ اللي جوه، فهم أصلا مش موجودين في الحقيقة ولا المدرسة دي موجودة، وناسوا يمسحوا صفحة المدرسة وإحنا قدمنا زي الهبل. فعشان كده هم عارفين بعض طبعا، وانتي بالنسبة لهم غريبة أو دخيلة. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. تحطوا لايك سبسكرايب في القناه علشان خاطر يعني، وبالذات فعلوا زر الجرس على الكل بدل ما انتوا عملتوا اشتراك يعني. وشكرا جدا 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 لاي بنوته اولا عملوا لايك او سبسكرايب او كتبوا اي تعليقات حلوه. بجد الحاجات دي بتفرق معايا بشكل مش طبيعي، وكده كده مش هتندموا لما تشتركوا في القناه خالص. وبس كده، بحبكم قوي قوي. باي باي.